يسعد مساكم. وصفتنا لليوم كيك اليومي، طريقة اقتصادية وطيبة كتير وناجحة. بتمنى عن جد تجربوا لي هالطريقة وتعطوني رأيكم فيها. خليني فرجيكم أول شي على النتيجة. ناخد قطعة وشوفوا كيف طالعة، شوفوا الانتفاخ، عن جد طالعة خرشكل وطعمتها كتير طيبة، أكيد بدون حليب. رح اخد منها قطعة وفرجيكم كمان على أرضها كيف محمرة. شوفوا الإحمرار، هذه أرضها، وشوفوا قلبها كيف نافخ ومش معجنة أبدا وطالعة كتير طيبة. يلا خلينا نروح نبلش أنا وياكم بالمقادير. بنزل أول شي بوعاء 3 بيضات، وبنزل عليهم كوب من السكر ومعلقة وسط من الفانيليا، ونبدي بالخفق. هلا بالنسبة للخفق فينا نستعمل الخفاقة اليدوية اللي على الايد، وفينا نستعمل خفاقة الكهرباء الموجود عندنا، مش مشكلة ابدا. المهم نخفقهم بشكل صحيح، بنضلنا نخفق فيهم ليتغير لون القوام، يعطينا لون ابيض، يعني الصفار يروح من عنا. شايفين كيف صار القوام بهذا الشكل؟ بس نشوف لونه مبلش يفتح ويصير بهذا الشكل معناتها عنا القوام صار عنا جاهز. برفع خفاقتي وبنزل عليهم كوب من عصير الليمون. هلا اللي عنده حساسية من الحليب في يعمل هيدي الكيكة بتكون عندكم بدون حليب. وما استعملت زبدة الحيواني، استعملت كل شيء نباتي بالنسبة اللي عنده حساسية. هلا رح اعمل كيكة تانية بطريقة بالزبدة الحيواني وبتطلع عنا طيبة كتير. هلا حطيت زيت 3/4 الكوب، شايفين اكتر من نص، يعني الكوب 3/4 الكوب ناقص 2 سنتي، بننتبه شوي. وبنخفقهم كمان مع الزيت شوي. كل ما ننزل شغلة بنخفقها عشان تطلع عن جد الكيكة عنا ناجحة وخفيفة. ومدة الخفق كل ما ننزل شي ونخفقه تقريبا دقيقة. هلا انتهينا من الخفق، ما عادش استعمل الخفاقة، بنحطها على جنب ونبلش بالطحين. بلزمنا من الطحين كوبين، بننزل اول كوب وبننخله. بالنسبة للطحين فينا نستعمله بدون نخل، بس الافضل ننخله عشان تطلع عنا الكيكة كتير خفيفة. بعد ما نخلنا أول كوب بجيب خفاقة الإيد ومبلش نرطبه بهالشكل. هلأ أنا مرات بسرع الفيديو شوي، بس أنا عم بعمله على مهلي كرمال تطلع عنا الكيكة خفيفة. هلأ بعد ما رطبناه بنرفع الخفاقة وبننزل آخر كوب. وما ننسى ننزل معلقة كبيرة من الباكنج باودر، ولازم ننخلها مع الطحين لأن مرات بتحسوا الباكنج باودر مرطب شوي كمان، عشان تطلع عنا الكيكة مثل ما قلت لكم خفيفة. نزلت رشة ملح بس ما بيت عندي بالتصوير، كنت معلية المملحة. وشوفي شو بقي عندي من الطحين من النخل، برجع بنزلهم بوسطة المعلقة. بعد ما خلصنا نخل الطحين بنجيب الخفاقة وبنرجع بنخفقهم. هلا بنبين انه انا عم بخرط بشكل سريع، بس انا عم بخرط كتير على مهلي، بس الفيديو مسرعيته شوي كرمال ما طول عليكم كتير وتملوا. انا قادرة اعمل الفيديو 4 دقايق او 5 دقايق، بس اكيد بحب اوضح لكم كل شيء بطريقة الخفق عشان بس تعملوا وتدوروا الفيديو تنجح معكم 100%. واخر شيء بدنا ننزل معلقه كبيره من البرش الليمون. هلا اذا قلت لكم الليمون، نحن بلبنان البرتقال بنقول له ليمون، بغرب بلاد الليمون هو حامض عندكم. نحن بنقول اللون الاصفر بنقول له حامض، واللون البرتقالي بنقول له ليمون. هلا نزلنا معلقه كبيره من برش البرتقال وبنحركهم مع بعضهم، وبرش البرتقال رح يعطي نكهه كتير طيبه بالكيكه. وأنا لهيدي الوصفة كوب من العصير فاستخدمت 3 برتقالات، بس قبل ما أعصرهم أخذت البرش منهم. لازم ناخد البرش قبل. وشغلة تانية لازم تعرفوا بالبرش لما نبرش هون ناخد بس اللون البرتقالي من فوق،
إذا وصلنا للون الأبيض رح يمرمر عنا الكيكة، فبننتبه كتير منيح لهالمسألة. وشوفوا نكهة الكيكة ريحتها قبل ما نحطها بالفرن إلى ريحة كتير حلوة. برفع خفاقتي وبحضر صينية يا مستطيل يا بتكون بشكل دائرة بهالشكل، وبندهنها بمعلقة كبيرة من الزبدة، بنوزعها على الأرض وحتى الأطراف. لازم ندهنهم بشكل كتير منيح عشان ما تلزق عنا الكيكة. شايفوا بنعمل لها طبقة بهالشكل وصارت عنا جاهزة. بننزل الخليط وبعد ما سكبتها بنجيب محرمة وبنمسح الأطراف كرمال إذا كان نازل شي على الأطراف ودخلناها بالفرن أكيد رح يحترقوا عنا. ومن هلا لازم نظبطها هوا بعضها بهالشكل، لازم نهزها وبنعملها كرمال تكون كلها قطعة وحدة قبل ما نفوتها بالفرن. وهلا شوفوا كيف صارت مستوى واحد. قبل ما ابدي بالكيكة قبل بربع ساعة تقريبا حميت الفرن على درجة حرارة 170 بس. بنحط النار من فوق ومن تحت، وبنحط الصينية بالفرن على تاني رف من تحت مش بالنص، ننتبه. وفترة الصينية كلها بالفرن 40 دقيقة ل 45. أنا أكلت معي 40 دقيقة. شوفوا الأحمرار كيف طالع عندي غرشك. أول ما نطلعها من الفرن بنجيب سكين ومندخلها ومنطلعها. إذا طلع عليها شيء بكون بعدها مش منشفة بنرجع مدخلها الفرن. بس إذا حميتوا الفرن على درجة حرارة مثل ما أنا عملت هيدا الحرارة وتركناها هيدا الفترة بالفرن رح تكون عنا جاهزة. بنتركها لحتى تبرد. بعد ما بردت عنا بنقطعها. هلا بدناش نقطعها على الطرف، أفضل نبلش بالنص، بس ناخد النص بنعرف قديش مستوى القطعة بدنا نقطعها. ودوا حابين تصغروها أكتر قادرين حسب ما بتحبوا تقطعوا. بنرجع تاني جهة نفس الشي بنقطع النص بنرجع الأطراف. وصارت عندي جاهزة. بناخد منها قطعة أو بقيم كم قطعة من طرفها لأنها هي بشكل دائري وبنحطهم بصحن وبفرجيكم عليها كيف طالعة. عن جد طالع عندي غير شكل. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وناطرة تعليقاتكم الحلوة لتنوروني فيها. شايفين كيف طالعة؟ قلبها أبدا ما معجن أبدا أبدا. الطعمة كتير طيبة. بتمنى مش مشترك بالقناة بقله يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وما تنسون من لايك حتى تشجعوني لأنه اللايك مهم للصفحة لدعمها. وهلأ بقلكم إلى اللقاء بفيديو جديد. يلا السلام عليكم.